أصدقائي التكلفة راح نكلف التلميذ على الملكة مثل ما نكون شايفين هون. أول تاني خط الملكة رامية السهام 14 ساعة و14 دقيقة. لما نكلفه لإله راح ينقص لنا ساعة واحدة بس بالمستوى واحد. راح نجرب هلأ بالمستوى واحد وبعدين بنجرب بالمستويات الثانية. هلأ هيك بلش الترقية، بتلاقوه عم يشتغل جنب العامل الثاني. هلأ أصدقائي مثل ما نكون شايفين سرعة المعمل 1/X. الوقت ساعة، الوقت ما بيتغير نهائيا ولكن السرعة بتتغير. هلأ راح نرقي. هلأ صار السرعة 1+1. هي تاني تطويرة. هلأ عفوا أول تطويرة صار ضرب 2. هلأ صار 750. راح يزيد تكلفة التطوير، كانت 500 صارت 750. هلأ راح نطوره صار ضرب 3. كمان راح نطوره صار ضرب 4. هلأ صارت التكلفة ألف ونحن ما ضل معنا غير 500 جوهرة تقريبا. منقول يعني ضرب 4 منيح. ومنشوف السرعة تبعيته كيف راح تكون X4. طبعا أصدقائي تكلفته كتير كبيرة. في كمان ميزة وقت الهجوم، وقت عم تهجموا في ميزة انه عم يطالعوا لكم اشارة وهج من الاشياء اللي عم تتطور. مثل ما كنتم شايفين عم تتوهج الاشياء اللي عم تتطور، وفينكم تشوفوا المدى. يعني هلأ لما تضغط على دفاع جوي راح يعطوك ال4 دفاعات جوي قديش المدى تبعيتهم، او اي شيء تاني. المدفع كمان مثل ما كنتم شايفين، ابراج النار، برج رامية السهام عفوا، ابراج النار كلياتهم صار فينكم قبل ما تهجموا تشوفوا المدى تبعيتهم لوين بوصل. بتمنى تكونوا استفدتوا أصدقائي، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. والسلام عليكم.